طلعت سنبل برا المطبخ. يسوي شنو؟ افتح الباب نغير الجو ونسوي المطبخ. تمام. ايش راح نسوي؟ راح نسوي اليوم يخني الأجنحة مثل ما شفتوا. صحيح أخلي البازلية وبوتيتا وبصل وبهارات الكاري والكركم تمن مبزول، إذا شوية شعرية وبس. نعم نعم. نقدر هسه نحكي بين ما يخلص أو الطحين. طبعا أنا شو مسوي؟ البارحة جبت غراض الدومة. تمام. ليش؟ لأنه أول يوم راح أكون تعبانة. لا إي يعني بداية الصيام راح نكون تعبانين، فللأحسن شو نسوي؟ نحضر الوجبات اللي يحبوها بالبداية. شنو نذكر طاقتنا كالمعتاد. يا رب ينعاد علينا عليكم بالخير والبركة إن شاء الله يا رب. الصحة والسلامة أهم شيء. تعالوا نتناقش بموضوع الصلح. لو ما له داعي نفتح دفاتر عتيقة وهاي السوالف. ما أعرف، أنا عن نفسي يا جماعة الخير سابقا كنت كلش أحب اللمة كلش، بس شنو يعني شلون كنت هيك شلون نسموها على الفطارية على هي أقعد ويا اللي يحبني واللي ما يحبني، أقعد ويا الزين والشين. حاليا أبدا، القعدة اللي ما بيها حظ لا والله دقيقة ما أقعدها. الشخص المقابل إذا ما يضيف لي شي زين لنفسيتي احتمال أقعد وياه إذا بيه مجال أنا أضيف له شي زين. يعني إذا محتاجني أضيف له طبعا أكيد ما راح أبخل، بس حتى إذا كان هو ما راح يضيف لي شي زين. بس على العموم يعني كافي مهنا أنا كافي. وسابقا أنا حكيت وياكم موضوع الكره والحقد والهاي إيش قد متعب ويأذي النفسية. لاحظت من جربته، يعني ما أعرف جربت كم يوم، كرهت شخصية معينة يعني قهراني أذوني نفسيا أو هيك شي وهذي. فقلت أقوم أقعد عليهم من النرفزة. يعني أحكي هواية بالموضوع وهيك شي. أمي تخاف من دعائي، أنا يعني قاعدة لكم إياها دائما. أي فالمهم تعبت، يعني إحساس متعب يا أخي. شنو أنا متعلمة، أنا ما إلي شغل بالبشر، ما إلي شغل بأحد. أنا همي ودردي نفسي وبيتي وجهالي. وصل مرحلة القاسمة الله الحمد لله والشكر. بس ما أني أشيل فلان وعلان وشفتوا شو لبس، شفتوا وين راح، شفتوا وين قعد، شفتوا وين وصل. عمي شعلي عمي والله ما ماكلي. مبالغة بني آدم كلش بالغ بالتدخل ويا الغير. صور مرحلة شنو؟ مرة سيرة من الناس تسألني مع العيون دمعت من وراء البصل يابا ترى ما حد يبكينا ها. زين عيني سألتني قالت لي أخاف سألتني على يعني سؤال كلش خاص راح أبكي اشبع بكي أني. دقيقة والله هذا حكي. هسه أني خلنا ننتهز هيك مشهد تمثيلي صرت أبكي. حضر الدولمة وسوالف الدولمة. اوكي راح اسوي ان شاء الله تطلع من عندي اكثر من جدريتين، لانه اريد اسوي يعني إلنا للفطور وادز شخصية معينة واختي ماكو غيرها، واريد اطلع تمام.
شنو خليت كل الحبشكات. هسه شنو نخلي الجذر على النار بين ما تحمس الحبشكلات اللي خليناها، هاي جدا ضرورية. عندنا الكركم وعندنا الكاري. بنات انا هاي مارسين كل شيء احبها، كل شيء يعني مارسين كل المنتجات. هسه شفتوا البازلية مارسين، الباقلة همينة مارسين، يعني هاي امور كلها احبها. هي تركية مو اي، انا ما استعمل لو تركي لو عراقي، اي شيء موجود من العراقي مستحيل ابدله بغير شيء. فهسه ماي عراق هنا كلش احبه، يعني حتى انا مالته التعبئة سيطلع وغير عراق هنا اكيد عراقي. المهم الدجاج الوطني همين، البيض الديوانية يعني يدوب يكفيني بالكركم والزنجبيل المطحون. لأن الزنجبيل المطحون احنا هواي ناكل دجاج، نستعمل هواي دجاج بالغداء، فالزنجبيل المطحون هو يعني يقضيلي على الزفرة كلها. اوكي هاي شوية نزرفها، طبعا ما اكسرها كلش. ليش؟ حركتي كلكم حافظيها، لازم اعصر النوي بصرة على التمن. اليوم شنو هو هذا؟ يخني البازليا والبوتيتا والاجنحة. طبعا تقدرون تخلون عصا طبل، تقدرون تسوون اي قطعة دجاج انتم بالاختيار، تقدرون تسوون صدور الدجاج بس انا احب الاجنحة، اجنحة مقرقش زين عيني. وش بدي بس انا شنو حايرة، اسوي اصفر واسوي احمر ما ادري. بما انه هو يعني البازليا شوية يضوجون منها الولد، عندي ولدي اثنيناتهم مو كلش يحبون البازليا ولا يحبون المرقة الصفراء، دائما يعني يحبون المرقة الحمراء ويحبون المروقات الكريمية اللي اسوي دجاج بالكريمة والخضر وهاي الامور هاي كلش يحبوها. فهسه حايرة خاف اسويها صفراء واسوي التمن ويا شعرية نخليهم عليه شوية كشمش قشمر، لا شوية حيلة بسيطة حتى أنا شنو نرغبهم بالطبخة. هاي الطبخة ترى هم طيبة برمضان. ننتظرها تحمس حمسة زينة وش اسمه. طبعا أكيد خليت لها رشة زنجبيل، بس راح أخلي لها رشة كركم أوي علي. هاي رشة هاي هاي وقع. هسه عشان نخلي كاري، شوية كاري بحرورة، اللي جنموا بصرات شفتوها. بعد ما كملنا الطبخ هسه هاي صبيت الحمودي اجى من المدرسة. تمام احنا بعدين ننجمع اني ماما بنتي على وقت الظهرية، يعني مو الظهرية جزء العصرية. على العموم هذا اللي انا طبخته وياكم، ان شاء الله يعجبكم. بما انه التمن مبذول فهو صاير مثل الريش، وبالنسبة لليخني مثل ما تشوفون يعني خليت له دهن حر وقليل كلش، يعني حمس بالأجنحة. بعد شنو هذا الطرشي شوي بيه حرورة، والفجل ضروري، والنوم البصرة هم كلش ضرورية. وألف عافية. بس هذا الفيديو يوضح لكم المقطع اللي بالبداية صورته دنيا الصبح، وهسه ساعة بيه الساعة 9:15 بعد خلصت البطارية. نفذ الشحن يعني كليته أكيد شي تنظيف، شي طبخ، شي يعني قضيان شغل منا ومنا. الحمد لله والشكر. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس في سبيل يوصلكم أي فيديو أنزله. تمام هاي واحدة. 2 هذه زيتونة، وقصة زيتونة تسألوني عليها. شو قصة زيتونة؟ زيتونة بداية الشتاء
لا اي بداية الشتاء. كانت يعني واحدة من البزازين من جابت جهالها وجت يمنا بالطرمة. أنا ضجت بصراحة، ليش؟ لين بداية وسخ تكرمون يعني. ماما طلع لهم أكل، أقولها يما لا تطلعين أكل، أتعارك ويا أمي يوم لا تطلعي لهم أكل لين حيتشلبون. أوكي، ما عدا حيتشلبون ما ياكلون بالماعون اللي أمي تعطيهم إياه، لا ياخذوه على صفحة ويطشرون. إحنا الطرمة مالتنا قاعها أبيض يعني ايش قد نحسه، تخيلوا. المهم فمنا حكاية منا رواية ما أدري شنو هاي، امي بالبوقه قامت تنطيها، حمودي بالبوقه ينطوها، ما ادري شنو هذه، واغلس اني اخر شي صرت عصبيه. بطلوا هم ما ينطون، من هم ما ينطون اني راح انطيهم. والله شنو اني اعرف شلون انطيهم، انتم ما تعرفون شلون تنطوهم. ما ادري اني هنا كنت فد انسانه يعني شويه باطله. المهم وفعلا اني مو يكملون اكل اوقف على راسهم وانظف والملم. جماعتي لا يذبون الاكل وتعالي انت قاعدي نظفي وسوي وراهم. فاني اضوج من هاي الحركات صراحه. نرجع على زيتونة. أنا حاربت هيجي عائلة زيتونة. يوم من الأيام واحدة من البزازين هذني انضربت بسيارة. اجاني حمودي مقهور، اوكي يعني شاليه ما باليد حيل. وراها فترة زيتونة قامت تفرض نفسها علينا، كل ما نفتح الباب تطب ركض للمطبخ، تطب ركض للمطبخ. زين احنا عندنا سنبل نخاف عليه لي ياخذ منها فيروس، ياخذ منها شيء، لان هنا مال الشارع وهذا مال البيت. المهم همينة بسرعة أسد الباب ما أخليها طب للمطبخ ما أعرف شنو. بدأ الجو يبرد، كنت كل ما أطلع الصبح هي تتلقاني يوم أنا شو أسوي؟ رأسا أطلع لها فد حاجة تاكلها وينتهي الموضوع. وراها شوية برد الجو قمت سويت لها كرتونة، يعني كرتونة المي بيت، أوكي. خليت بيه قماش وهيك شي، انتهى الموضوع. أول يوم قعدت بيه مستقرة زيتونة. ثاني يوم طلعت الصبح دا أوصل حمودي للمدرسة شو زيتونة وماكو، ما تلقتني زيتونة، فتحت الباب ماكو زيتونة. أنا قلبي وجعني، رحت عليها للكرتونة قاعدة معوشة ومرشحة، يعني شلون منشولة، هي طفل نونو منشولة نقول، ونحلانة وما بيها حيل. رحت وديت حمودي للمدرسة، رجعت عليها لفلفتها، دخلتها للبيت. كيفي؟ لا ممكن. المهم دخلتها للبيت وقعدتها يم الصوبة وخليتها تنشنش وما اعرف شنو. هذه دفت قامت تتمسرن المسكينة، ارتاحت. وراها انطيتها الاكل، شربت شوية مي، ردت بيها الروح لحد هاي نقول ثاني يوم. ثالث يوم همينة ما عندها رشح، صوتها مطبق ماكو صوت، من يعني تموي ماكو صوت، خرسة تقولون. المهم يعني فترة دا انسى من الكاميرا ملتهية بالشارع. زين يعني انتو. فزيتونة نشنشت، زيتونة انتعشت بالبيت. زين هذا اني بالنسبة الي السيارة هي يعني المال مال الله، البيت همينه. يعني احنا كل قد ما يكون واحد عنده حاجة فهي مو مالتك، تعايش بيها اليوم باكر ما عايش بيها. فهذا الخير لازم يستمر عليك وعلى العالم كليته، تمام. ايش قد ما بيك تريح اللي وياك تريح. فأنا على هالأثر استضافيت زيتونة عندنا ولقحتها واستمرت الحياة وياها.